كشاهد على عصر وعلى قيام دولة إسرائيل في عام 48 ومرور 50 عاما على قيام هذه الدولة، ما هي رؤيتك لمستقبلها؟ أنا أقول أن إسرائيل قامت على الظلم والاغتصاب، فكل كيان يقوم على الظلم والاغتصاب مصيره الدمار. حتى لو يملك القوة التي تؤهله للبقاء؟ القوة لا تدوم. قلت أن القوة في العالم لا تدوم لأحد. الطفل يبدأ طفل، ثم مراهق، ثم شباب، ثم كاهل، ثم شيخ. خلاص تلك الدول، تلك عمر الدول، تبدأ وتبدأ وتبدأ تنتهي للاندثار، ما في فائدة. وفي أي مرحلة إسرائيل الآن؟ أنا أقول إن إسرائيل بائدة إن شاء الله في القرن القادم، في الربع الأول منه، فبالتحديد أنا بقول 2027 بتكون إسرائيل مش موجودة. لماذا هذا التاريخ؟ لأنني أؤمن بالقرآن الكريم. القرآن حدثنا أن الأجيال تتغير كل 40 سنة. في 40 الأولى كانت عندنا نكبة، في 40 الثانية بدأت عندنا انتفاضة ومواجهة وتحدي وقتال وقنابل، في 40 الثالثة تكون النهاية إن شاء الله تعالى. يعني هذا تقييم من هذا استشفاف قرآني. استشفاف قرآني. لأن ربنا لما فرض على بني إسرائيل في سيناء 40 عام، ليش؟ ليغير الجيل المريض التعبان ويأخذ جيل مقاتل. وجيلنا الأولاني النكبة راح، طلع جيل الإحجار والقنابل والجيل الجاي هو جيل التحرير إن شاء الله تعالى. كيف ترى المستقبل الشيخ أحمد ياسين؟ أنا أقول طريقنا صعب ويحتاج تضحيات وصبر، لكنه المستقبل إلنا إن شاء الله، هو قادم لا محالة. وعد الله لا يخلف، إن الله لا يخلف وعده أبدا. رغم اليأس الذي يسيطر على الناس؟ اليأس هذا لا قيمة له عند الناس الذين لا يقودون المركب. إذا كان الذي قادة المراكب لا ييأسون ومصرون على خطواتهم، فالشارع دائما وين ما وديته بيروح، بمشي بيجري وراك. يعني أنا بستشف من القرآن الكريم زي ما قال في المدينة: ما ظننتم أن يخرجوا. يعني المسلمين ما كانوش ظنوا يقدروا يستولوا عليهم، وظنوا أنهم مانعتهم خصومهم من الله. يعني هذول معتدين بقوتهم، والمسلمين بيقولوا يعني ممكن نقدر، وهو الواقع الآن. يعني صحيح أن الأمة بتاعتنا قادرة تحرر فلسطين، احنا بنشك في حالنا وإمكاناتنا وقدراتنا ومستقبلنا، وهم بيقولوا احنا بنملك أكبر ترسانة دولية، مين بيقدر علينا؟ فهم بيعتزوا بقوتهم، واحنا خايفين من ضعفنا، لكن إرادة الله غالبة.